السلام عليكم. حلا لليوم هو تشيز كيك اللوتس. يلا نشوف سوا طريقة التحضير. أنا هون استخدمت باكين من بسكوت اللوتس وبطحنهم كتير منيح بمحضرة الطعام ليصيروا عندي ناعمين، وبفضيهم بقلب جطعمي وبضيف لهم الزبدة. وشلت شوية من البسكوت المطحون أكيد قبل ما أضيف الزبدة، وهيدي الباكيت للزينة. فضيت البسكوت بقلب القالب. هي طريقة تحضير التشيز كيك اللوتس نفسها ذاتها طريقة التحضير التشيز كيك العادي، نزلتها أنا قبل هلا على قناتي. هون عندي أول طبقة صارت جاهزة من بعد ما سويتها كلها على سوا بعضها، بحطها بالفريزر. وهون استخدمت كريمة خفق أي نوع انتو بتحبوه، حتى تقريبا 500 ملي، وخفقتن كتير منيح لصار عندي القوام سميك. وهون عندي أطراميز من زبدة اللوتس، ضيف تقريبا معلقتين كبار فوق الكريمة الخفق. وهيدي الخطوة اختيارية، ضفت تقريبا ملعقة صغيرة من الحليب المكثف المحلى تعطيهم نكهة كتير طيبة. وبنستمر بالخفق. بدنا نحط جبنة كريمية فوق الخليط الكريمة يلي جهزنا، وبضيف لها كوب من الجيلاتين لحتى يعطي قوام سميك وتقيل، ودغري تجمد عندي الكريمة. بسكب خليط الكريمة فوق البسكوت وبرجع احطهم بالفريزر لتجمد عندي الكريمة تماما. من بعد ما صارت التشيز كيك جاهزة عندي وشلتها من قالب، بزين اطرافها بزبدة اللوتس، دوبتها بحمام مائي بان ماري، وبحاول ملس وشها قدر المستطاع. واخر شي بدنا نزين القالب بالبسكوت يلي شلناه مسبقا اول الفيديو، وكمان بضيف له الحبتين من البسكوت اللوتس. شوفولي ما شاء الله سماكة هالقالب، وعن جد منظره كتير بيشهي وطعمته كتير طيبة. ولهون بيكون خلص الفيديو لليوم. بتمنى تجربوا تشيز كيك اللوتس، تعطوني رأيكم بالكومنت. شكرا كتير لكم على المتابعة الحلوة. باي باي.